انا من مدينه درعا وبعرف درعا شارع شارع وحاره حاره وزنقه زنقه على طريق الطاغيه القذافي. الكاميرا اللي كانت عم تصور الملثمين موجوده في منطقه اسمها السحاري بالقرب من بيت رئيس فرع مخابرات الامن السياسي، والمكان الموجود فيه الكاميرا الجهه الاخرى المقابله لها بتكشف منطقه الكرك، درعا الكرك، منطقه الوادي، المنطقه اللي كان فيها المتظاهرين. فانا بستغرب سبحان الله، يعني هالكاميرا ما صورت الا هالملثمين اللي هم بالقرب تحت بيت الامن السياسي، منزل رئيس فرع الامن السياسي مباشره. اما المكان الافق امامه ما بصور بس هالملثمين اللي تحت بيت رئيس فرع الامن السياسي. اما درعا الكرك اللي كان فيها المتظاهرين والشارع اللي بينزل على الجسر اللي بين درعا والمحطه، هاي ما بصورها الكاميرا. كمان في شغله بدي احب احكي لكم اياها، يعني يا اخي انتم كوسائل اعلام الحوار العربيه الجزيره لازم يكون في ضغط عنكم على الحكومه السوريه تفتح مجال للاعلام. ما في عندنا غير التلفزيون السوري اللي ما بيجي بده اياها النظام السوري. هاي ناحيه، الناحيه الثانيه بحب اوجه انا لاولادي، لانه اولادي هلا من مدينه درعا، بحب اقول لهم بابا هم خايفين، بحب اقول لهم بابا معلش الحريه بدها ثمن، وهي ثمن الحريه عم بدفعوا شعبنا. بحب اقول لما بدكم تعملوا مقابله مع واحد مثل خالد عبود لازم تعرفوا انه هذا ابوق من ابواق النظام، هو واحمد الحاج علي.